اهلا وسهلا بيكم في القناة. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد عن بايوديرما. النهاردة انا ان شاء الله كده هنبتدي في ريفيو لبايوديرما فوتوديرم اكوا فلويد SPF 50 اللي هو ده. هعرفكم كل حاجة عنه، بس قبل ما اكمل يا ريت تعملوا سبسكرايب ودوسوا على زرار الجرس ولايك علشان كل الفيديوهات الجديدة تنزل لكم. طيب مبدئيا كده هو سعره تقريبا ب1400. كنت جايباه في عرض كده من صيدلية انور. كان ده ومعاه هحط لكم صورة على كل حال. لان انا عملت له فيديو انبوكسنج. فده كان جاي مع بايوديرما غسول جل اللي هو الازرق ده، الغطا بتاعه اخضر. فبالنسبة لي هو سعره عالي، وبالنسبة لناس كتير هو سعره عالي شوية. فلازم اخد منه اقصى استفادة، يعني لو يقدر يمحيلي الذنوب يمحيها لي. طيب هو سعره 40، هو سعره زي ما قلت 1400. كميته 40 ملي اهي، زي اغلب السان بلوكات. مكتوب عليه ايه بقى؟ بص بقى، مكتوب عليه تكتشر الترا مويسترايزنج الترا لايت تكتشر دراي تاتش. وده حقيقي، هو فعلا بيرطب البشرة ترطيبه حلو قوي قوي، ودي اكتر حاجة انا بحبها فيه. والدراي تاتش يعني بينسف، يعني بينشف بسرعة. والترا لايت تكتشر، وفعلا هو خفيف جدا جدا جدا. ثواني هوريكم كده قوامه. هو قوامه مائي، انسيابي شوية كده. هوريهولكوا برضو قوامه ووتري شوية. ده قوامه ووتري شوية، شوفوا بينزل ازاي. انا بحب قوي ده، ابقى انسب حاجة لبشرتي. لا جميل، وبيمتص في اقل من 10 ثواني. لا قوامه عجبني. بصوا بقى مكتوب عليه ايه، انا هوريلكوا على الظهر بتاعه مكتوب ايه. مكتوب apply evenly and generously daily to face and neck before sun exposure. A small amount of product lowers the level of sun protection. يعني هو بيقولك ادهنيه بانتظام وبسخاء على الوجه والرقبة قبل التعرض للشمس. وهو بيحذر ان الكمية القليلة من المنتج معناها حماية اقل من الشمس، فانت لازم تحطيه بسخاء كده. خليكي كريمة وانت بتحطيه. ري ابلاي افتر سويتنج سويمنج اور تاول دراينج. بتعيدي بتحطيه تاني، يعني بتعيدي وضعه بعد التعرق والسباحة، او انك تتعرضي تنشفيه وشك بتاول عشان تتأكدي من الحماية بتاعته. تجنبي ملامسته للفابريكس، وهو للبالغين. وبيقولك انه بيتطبق على جلد صحي ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش حروق، يعني حروق من الليزر والى اخره. over exposure to the sun، التعرض المبالغ فيه للشمس. تعرض المبالغ فيه للشمس هيتلف صحة الجلد عندك، حتى لو انت بتستخدمي معامل الحماية او كريم السان بلوك. فما تتعقد في جميع الاحوال. طبعا انا باكد تاني وتالت ان هو مرطب ممتاز يا بنات، بيرطب البشرة فعلا ترطيب جميل، وبينعم الملمس بتاعها. فهو بيرطب وبينعم الاتنين مع بعض. هو دراي تاتش فعلا بينشف زي ما قلت لكم في اقل من 10 ثواني. خطير في الترطيب، واي سان بلوك محترم لازم يعمل كده. سيبكوا بقى من موضوع ان انت تحطي مرطب قبل السان بلوك. لا، هو السان بلوك المحترم الكويس هو بيديكي الترطيب والحماية في نفس الوقت. فده اللي لازم يعمله اي سان بلوك محترم. كمان السان بلوك لازم يحمي من الاسمرار، والكريم ده فعلا بيعمل كده، بيحميكي من الاسمرار، بشرط انك تستخدميه زي ما قلت بسخاء وبانتظام. انا استخدمته في الشتاء مش في الصيف، فهو ما بيعرقش. يبقى كده نحفظ كده بقى، اي سان بلوك محترم لازم يرطب، يحمي من الاسمرار، لازم بكل اسف يكون سعره غالي. فالسعر العالي لازم اخد قيمة والسعر العالي لازم اخد قيمة قصاده، يبقى قيمة مقابل سعر. وده اللي بيعمله السان بلوك ده فعلا، فانا برشحه لكم وبقوة. زي ما قلت البشرة ما بيعرقهاش خالص، لانه في انواع تانية بتعرق.
كنت عامله سن يعني ريفيو عن سان بلوك بايوديرما برضو، بس كان فوتوديرم كريم. اهو ده يا بنات، فوتوديرم كريم اللي معايا مكتوب عليه فوتوديرم اكوا فلويد. فده كنت بحسه تقيل وشويه بيعرق البشره. عملت لكم ريفيو عنه، هحط لكم في الديسكريبشن بوكس. وانا بحذر كل البنات من الطبقات اللي فوق بعضها بتاعت الكريمات عموما والسان بلوك كمان، لانها ممكن تعمل حبوب، فتجنبي انك تحطي طبقات كتير فوق بعض على وشك، لان انا عملت كده في السان سكرين وطلع لي حبوب. طيب نرجع بقى انه السان سكرين ده ما بيعملش حساسية ولا احمرار. انا بشرتي تصنف حساسة، لكنه كان حلو قوي قوي معايا ومكنش فيه اي مشكلة معاه. طعمه مائي وانسيابي شوية كده، فده اللي بيخليه خفيف. اللي احسن منه فعلا هو البايوديرما الاورنج، الاف سي بي اف بتاعه 100. ده انا مش عارفه، مش لاقيه خالص. اللي يا ريت يعني لو حد يعرف ايه السبب يا ريت يقول لنا، لان الاس بي اف 100 ده بيحمي التجاعيد على المدى الطويل. ودي نقطه مهمه جدا، لان احنا اصلا في الاساس بنشتري ادوات التجميل علشان خاطر نهرب من شبح التجاعيد والتقدم في العمر وما والى اخره يعني. فما تقنعنيش ان انا هجيب سان سكرين مستورد غالي جدا ب1400، يعني هجيبه ومش هيديني حماية اللي انا عايزاها. لا بالعكس، انا دافعه الفلوس دي كلها علشان يمحي لي كل حاجة، حتى يمحي لي يعني اذا لازم الامر الذنوب كمان، لان هو سعره غالي مش رخيص. وانا ليا يعني قصة مع السان بلوك. كنت في سنة أولى كنت في سنة أولى في الجامعة. وبعدين طبعا علشان أوصل لكليتي، هو كان مجمع كليات، علشان أوصل كليتي كنت بمشي مسافة طويلة جدا في الشمس. في عز الشمس، لو أنا مروحة مثلا آخر اليوم، فالشمس كانت بتحرق وشي، هي فعلا حرقته. وشي احمر جامد جدا، ورم جامد جدا. انا اول مره اعرف ان حساسيه الشمس بتسبب ان الوش يورم. انا اعرف ان اسمرار بس، انما حكايه ان وشي يورم دي كانت جديده بالنسبه لي خالص، لدرجه ان انا اهلي هنا في البيت خافوا عليا وعلى طول ودوني للدكتور. فالدكتور على طول كتب لي على صن بلوك اسمه سبيكترا بان. خدته، وكان الاس بي اف بتاعه 60% على ما اذكر. خدته بس يعني ما خففنيش 100%. فلما رحت له تاني كتب لي بقى على بايوديرما ده، بس كان الاس بي اف بتاعه 100. علشان كده انا اي حد بيسالني على سان بلوك بقول له بلا تردد بايوديرما. فهو حلو جدا، هو احلى سان بلوك في العالم، هو البايوديرما ده. فهاتيه وانت مطمنه، وما تقلقيش خالص، مش هيسبب لك مشاكل. وهو بس يمكن بيحرق العين لو انت روحتي وغسلتي وشك، لو دخل في عينك هيحرقك، يمكن دي النقطة الوحيدة. وهي مش او كل السان بلوكس اصلا ما ينفعش يتحطوا جوه العين، لكن ممكن يتحطوا حوالين العين عادي جدا. فبس ده كده كان الفيديو النهاردة، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.